بالنسبه للكناري اللي كان مكسور وجبرناه هذاك النهار، كيفاش نعرفوا باللي برا؟ شوفوا بدا يحرك صباعيه وبدا يشد بهم في الباطو، يبدا يوقف على الكراه هذه. واصلا هو راك شوفوا كيغلق صباعيه، هو يبدا يقلع في ديك الجبيره وحده. هذا اليوم ولا غدوه ان شاء الله نعطيه يدوش باش يرطب هذيك السباراترا، ومن بعد نشوفوا النتيجه. من بعد في الفيديو الجاي نصور لكم. نشوفوا بدا يشد بها. هذا دليل على انه الاعصاب خصها يتبرونشاو مع بعضهم. الجرح التئم مقاتل لينا في العظم دروك مانيش عارف، لازم نفتحو باش نتاكدوا، ما نتقلقش عليه باش ما نضربوش الخدمه تاعنا كامل في الزيرو. ها شفتوا واش قلت لكم؟ بدا يقلع فيها وحده وراهي مديرونجياتو، وهذه علامه باش نتاكدوا باللي براحته، يعني ما بقاش عنده الوجع. دونك نخليه يدخل يدوش، وباش يتحفز على الدوش لازم ديرو حدا طيور يكونوا يدوشوا جميع هما باش تشجع كوراجيو. نديرو جاتو الشبيرة كاع في الفيديو الجاي نشوفو. نورمالمون في الاول كي جيت نجبرو كان لازم نصور لكن باش تشوفوا الفرق وتعرفوا الطريقة. هاو يديها ويردها وحده ضروري. لازم ما نفورساش، على بالكم رجل الكناري رهيفة بزاف. ولازم دائما يكون واحد يشد معك. الخدمة هذه حساسة، ما تخدمهاش وحدك. هذه طارت مستحقيناش الموس. في الاول درنا جبيرة هنا في بلاصة الكسر، هذه هي البلاصة اللي كان فيها الكسر. نورمالمون تجبرت، ومن بعد زدنا جبيرة هنا باش نربطو هذه مع هذه باش ما يتحركش، اللي هي هذه. صايي ما نحتاجوهاش. هو في غالبية الأحيان كي ما يسيرش الدم احتمال كبير يتجبر الكنار يعاود يرجع. بالعقل يا ودي بالعقل. وباش نتأكدوا باللي راهي مليحة تاني راكم تشوفوا العروق هنا في الرجل يبانوا حمر عامرين بالدم. بقات في الأعصاب مانيش عارف اللي يتحرك بها، مادام كان يشد هكا. المهم راه في طريق الشفاء بالعقل بالعقل، وحده وحده حتى يلقاوها. دروك لازمو الوقت. بعد 24 ساعة ها هو الكاميرا تاعنا شاد بجوج رجلين ولا جديد. خصو شوية الريش يطلع في ديك الرجل زعما كان. هذا يقدر يكوبلي، يقدر يتزوج عادي، ما عندوش مشكل. تمت العملية بنجاح. السلام عليكم.